لهفت الأضواء بفستان آخر شياكة، والحفلة اتحولت لمظاهرة في حبها، ويسرى غنت لها وليلى علوي رقصت معاها، ويوسف الشريف قابل مراته السابقة لأول مرة، وياسر جلال اللي ما بيحضرش حفلات كان أول الحضور، وحطت صورتها مع جوزها على التورتاية. واللي عمله نجوم الفن كان مفاجأة للجميع، لقطات من عيد ميلاد النجمة ريهام حجاج. يا ترى إيه كواليس الحفلة؟ مين اللي حضر؟ تفتكروا الحفلة اتعملت فين؟ كل ده وأكتر هتسمعوه معايا في الفيديو ده، خليكم متابعين للآخر. عيد ميلاد النجمة ريهام حجاج قلب السوشيال ميديا، واللي حصل فيه يحسسك لأول لحظة إنه مهرجان الجونة مش عيد ميلاد. واضح إن ريهام محبوبة من الصغير قبل الكبير، وعلاقتها بنجوم الفن زي السمنة على العسل. ريهام حجاج قررت إنها تحتفل زي كل سنة بعيد ميلادها، بس المرة دي كانت عاملاه كبير ولزوم الحبايب كلهم حجزت كافيه عينك ما تجيبش آخره، وطبعا من أغلى وأفخم الكافيهات. هي برضه مش شوية دي النجمة ريهام حجاج، وطبعا بما إنها معروفة برقتها وبساطتها فكانت الديكورات بسيطة وشيك في نفس الوقت، اللي هو إضاءة ذهبي مع أحمر. كانوا عاملين ميكس رهيب ومخلين المكان في حتة تانية. والفستان اللي لبسته كان حلو جدا، وكان قاب وساق في نفس الوقت، وعملت معاه مكياج خفيف قوي أظهر جمالها. الفنان ياسر جلال عمل حركة في عيد ميلادها خلى الكل يستعجب، وهو إنه حضر حفلة عيد ميلادها. ومش بس كده، ده كمان كان أول الحضور، رغم إنه نادر جدا لو حضر عيد ميلاد. بس أنا قلت لكم إن علاقتها بكل الفنانين كويسة، ده غير إنه مترشح لمجلس الشيوخ، وزي ما انتوا عارفين إن جوزها رجل الأعمال أحمد حلاوة نائب، فأكيد ياسر بياخد رأيه في إجراءات الورق وكده. أما يسرى واللي عملته فكانت داخلة الحفلة ما بتعملش حاجة غير إنها بتسقف وتغني للنجمة ريهام حجاج، فرحانة إنها تمت سنة جديدة وهي في خير ونجاح. يسرى خطفت الأنظار بفستانها التايجر اللي كان هياكل من عليها حتة. أما مفاجأة الحفل كان حضور يوسف الشريف ومراته السابقة إنجي علاء، واللي يعتبر لأول مرة يتجمعوا في مناسبة مع بعض بعد الانفصال. بس الموقف ده بين قد إيه هم أولاد أصول ومتربيين، يعني محدش منهم عامل أي حركة كده ولا كده علشان يضايق التاني، بالعكس الضحكة كانت مرسومة على وشهم، وكل واحد بيفكر ازاي يعمل حاجة تفرح ريهام في عيد ميلادها. والحقيقة ان ما كانش على قد ياسر جلال ويسرى ويوسف الشريف وبس، لا كان نجوم الفن كلهم حاضرين، زي الإعلامية بوسي شلبي وليلى علوي ونجلاء بدر وعبير منير وعبير صبري ونانسي صلاح وأحمد مجدي، وكمان نسرين أمين وغيرهم كتير من نجوم الفن ورجال الأعمال. كل دول اتجمعوا حوالين ريهام والتورتاية اللي كانت حوالي 4 أدوار، وريهام ما حطتش عليها شمعة طويلة زي ما بيحصل في أي عيد ميلاد، لا حطت صورتها مع جوزها رجل الأعمال أحمد حلاوة، وحواليهم كام شمعة صغيرين جدا. فهي بالنسبة لها صورتهم أكتر حاجة بترمز للحب، وإن هو اللي منور حياتها. وكله فضل يغني لها انزل يا جميل على الساحة، واللي صوتها كان ملعلة هي يسرى. أما ليلى علوي فكانت بترقص معاها، والحقيقة مش هي وبس، كل نجوم الفن اللي حضروا كانوا بيرقصوا، فكانت مظاهرة في حب ريهام حجاج. وفي النهاية بنقول لها كل سنة وانتي طيبة، وسنة مليانة نجاحات كتير.